جولتنا النهاردة من الجولات الراقية لأنها في أجمل وأرقى أحياء القاهرة، الزمالك. أيام حكم المماليك وخصوصا لما حكم مصر السلطان الكامل سيف الدين شعبان ابن ناصر محمد ابن قلاوون، ظهرت جزيرة في نهر النيل، وبما إنها كانت بين جزيرتين الروضة وبولاق فسموها الجزيرة الوسطى. ولما محمد علي باشا جه مصر وهو في الأساس من أصول ألبانية، عجبته الجزيرة جدا وسماها زملك على اسم مسقط رأسه في ألبانيا. وقرر محمد علي باشا يبني على الجزيرة قصر كبير اللي بقى حاليا نادي ضباط الشرطة. وحوالين القصر بنى محمد علي لكل واحد من نوابه زملك صغير، وزملك باللغة الألبانية يعني كوخ، وزملك جنب زملك بقت زمالك. وما ينفعش نكون في الزمالك من غير ما نعدي على حديقة وجبلاية الأسماك، لأنها تعتبر من أجمل الحدائق اللي أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1867. وحديقة الأسماك مصممة بحيث إن يكون مدخلها شبه خياشيم السمك، واللي اتصممت على شكل ممرات طويلة جدا اللي اتصممت على شكل شعاب مرجانية. وسنة 1902 بقت بتدير حديقة الأسماك إدارة حديقة الحيوان بالجيزة، اللي صلحت منها 24 حوض سمك بيتعرض فيه 33 نوع من الأسماك المختلفة، ده غير الأسماك النادرة اللي تم حفظها بطريقة معينة لأنها نادرة الوجود دلوقتي. ده غير بقى الأقسام اللي فيها سلاحف نادرة برضو محتفظين بيها لحد دلوقتي لأنها انقرضت. طب انتوا عارفين بقى إن جزيرة الأسماك اتسمت كده بسبب وجود عدد كبير جدا من الصيادين حواليها، وكانت المنطقة دي مشهورة بصيد السمك. حقيقي الوقت في حديقة وجبلاية الأسماك ممتع جدا. ومن بره جبلاية الأسماك فيها مسطحات خضراء مشهورة بأشجار نادرة،